السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحكاية بحذافيرها. النهاردة جريمتنا الحكاية بتاعتنا عن أبشع جريمة هزت الرأي العام المصري لدرجة إن الحكم اتنفذ بث مباشر في التلفزيون المصري 1998 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، علشان يهدوا الشعب المصري وهم بيشوفوا القصاص لأي حد ممكن يرتكب جريمة قاسية زي دي. قبل ما نبدأ قصتنا النهاردة ياريت نصلي بينا على الحبيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بدايتنا من حي مدينة نصر، أسرة صغيرة مكونة من 4 أفراد: الزوج هاني والزوجة المهندسة نانيس، وهدير عندها 5 سنوات وأنس عنده 3 سنوات. في قعدة أسرية بسيطة الزوجة اقترحت على الزوج إن هما يغيروا دهانات الشقة، وبالفعل الزوج وافق وكلم عمال اللي هما يجوا ياخدوا مقاسات الشقة. العمال جم كانوا جايين ياخدوا مقاسات الشقة. فالزوج هاني طلب من المهندسة نانيس، قال لها ممكن تعملنا شاي؟ فعملت لهم شاي. دخلت تعمل شاي بس هما ما خدوش بالهم من كل ده، خدوا بالهم من الذهب اللي المهندسة كانت لابساه. المهندسة كانت لابسة غوايش وكانت لابسة خواتم وكانت لابسة سلسلة الحقيقة. فبعد كده طلبوا من الأستاذ هاني، طلبوا منه قالوا له احنا عايزين قبل ما نشتغل في أي حاجة احنا عايزين عربون. الحقيقة هو وافق وطلب من المهندسة نانيس تجيب لهم فلوس من اللي في الدولاب. فقالوا ايه ده في فلوس وفي ذهب وفي لا، هنا عزموا النية ان هم يجوا يسرقوا البيت. والحقيقة من كتر إصرارهم جم يسرقوا البيت تاني يوم بالفعل جم عشان يسرقوا البيت. بس مين شافهم؟ هاني شافهم. فسألهم ايه ده انتوا جايين هنا؟ طب فين العدة؟ طب انتوا اصلا ما خدتوش ميعاد انكم انتوا تيجوا. فهم ارتبكوا وقالوا لا، ده احنا كنا جايين ناخد مقاسات، نسينا ناخد مقاسات حاجة معينة فجايين ناخدها ونمشي. وبالفعل طلعوا قعدوا 5 دقايق ونزلوا. قالوا لا، احنا عشان الموضوع يبقى يمشي صح احنا لازم ان احنا نراقب زوجها، واول ما نروح الشغل احنا هنطلع نسرق البيت على طول عشان الموضوع ما يبص تاني. وبالفعل تاني يوم قعدوا يراقبوا البيت. اول ما الزوج نزل الشغل هم طلعوا على طول الشقة، فخبطوا على المهندسة. فالمهندسة نانيس قالت لهم انتوا ما خدتوش ميعاد اولا، ثانيا انا زوجي مش موجود. قالوا احنا اسفين للازعاج بس احنا دقيقتين بس هناخد مقاسات حاجات معينة وهننزل مش هنأخر، هي دقيقة او دقيقتين بالكتير. المهندسة بالفعل فتحت لهم باب الشقة ودخلوا، وسابت الباب مفتوح ودخلت المطبخ تعمل لهم واجب الزيارة الشاي. وهم بقى دخلوا عليها المطبخ. فالمهندسة اتخضت، قالت لهم خدوا كل حاجة، خدوا الفلوس، خدوا الذهب، خدوا اللي انتوا عايزينه، سيبوني انا واولادي، انا مش عايزة اي حاجة. ولكن هم ما رحموهاش. واحد من الجناه اللي هم محمد والسيد ومحمد خورشيد ابن خالتهم، واحد منهم جه كتم نفسها والتاني كتفها والتالت بقاله حد ضربها في بطنها. المهندسة نانيس سقطت على الأرض غارقة بدمائها. أحد الجناه قلعها الذهب ودخلوا يدوروا في الشقة على فلوس أو لو في مجوهرات تانية. مين كان طالع يدور على مامته؟ أنس بيسألهم هي فين ماما؟ قالوا له ماما في المطبخ. فعلا أنس دخل المطبخ يشوف مامته، لقى مامته غرقانة في دمها. أنس قعد يبكي ويعيط. راحوا خدوه بكل قسوة وحطوه في الدولاب وقفلوا عليه بالمفتاح. هما بيدوروا في بقية الشقة عشان يشوفوا الحاجات اللي ممكن يسرقوها. اللي سمعتهم هديل كانت طلعت تبص في المطبخ لقيت مامتها غرقانة في دمها. هدير جالها صوات وصريخ والحقيقة اتهزت من المنظر كان صعب جدا. راح هما برضو مرحمهاش. جه احد الجناه كتم بقها والتاني بطرحة قعد يخنق فيها لغاية ما لفظت انفاسها. راحت جابت دوروا وخدوا كل اللي هم محتاجينه ومشوا. بعد عدة ساعات الزوج كان راجع من الشغل. طبعا الزوج شاف المنظر القاسي ده
ما استحملش وبلغ الشرطة، والشرطة في التحريات وسألت البواب، عرفت ان هما التلات عمال طلعوا الشقة بعد ما الزوج نزل وقعدوا ساعة، وفعلا جابوا الجناه ولما سألوهم اعترفوا بكل حاجة. والرئيس محمد حسني مبارك أمرهم، أمر إن يكون الإعدام بتاعهم بس مباشر، يكونوا عبرة لأي حد ممكن يفكر إن هو يعمل جريمة بشعة زي دي. حلقتنا النهاردة خلصت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم مهجات الصباغ. لو المحتوى بتاعي عجبكم ياريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.